هدف كنا بغينا نوصلوا انطلاق هذا المشروع الا وهو تتويج واعلان عن المستفيدين من المنحه اللي كنا اعلنا عليها في اواخر السنه الماضيه، واللي كرسنا لها مجهودات كبيره، بحيث ان كنعرفوا ان مجلس الجهه كيقوم بمجهودات جباره كبيره ولازم كنا نعترفوا بها. ولهذا كان يعني الرؤيه ديالنا انه هذا العمل اللي كتقوم به الجهه بدون يعني مساعده ديال المجتمع المدني، بحيث كان الدور اللي كنا كنلتقيوه انه تقريب الهوى، لان المجتمع كما قلت لكم بعمل جبار، ولكن كاين بعض الهفوات من ناحيه ديال يعني التواصل. فهنا فين كيجي دور المجتمع المدني، بحيث انه يقرب كل هذه المجهودات للساكنه والمستفيدين في اخر المطاف عن طريق المجتمع المدني. اليوم نلتقي سعداء كجهة طنجة تطوان الحسيمة باحتضان هذا الحفل الجميل الذي كنتوجوا فيه واحد المجموعة ديال الجمعيات المجتمع المدني اللي حاملة لمشروع مبتكر في إطار برنامج التزام. هذا البرنامج اللي كتقوم بالدعم ديالو الوكالة الأمريكية لوسيدي، والحامل المشروع اللي هو المعهد الجمهوري الأمريكي. طبعا كاين شركاء حنايا شريك اساسي في تنزيل هذا المشروع. الخطوط العريضه لهذا المشروع تم اعدادها بشكل مشترك مع المجتمع المدني الممثل في الهيئات الاستشاريه الثلاث، يعني كانت هناك واحد المجموعه وسلسله من اللقاءات ربما شفتوها في العرض اللي كنتوا حاضرين معنا، سلسله من اللقاءات في تراب الجهه لتحديد المحاور الكبرى لهذا البرنامج. اليوم كنشوفوا بعد الاستماع للمشاريع او بعد عرض الجمعيات للمشاريع اللي فازت بمنحة ديال الدعم، صراحة مشاريع جد مبتكرة تتقاطع بشكل كبير مع التوجهات ديالنا، خاصة من حيث تقاطعها مع مبادئ وقيم شراكة الحكومة المنفتحة. هذه هي نقطة أساسية اللي كنا ركزنا عليها بقوة كلجنة انتقاء لهذه المشاريع، يعني بحيث أننا ركزنا بغض النظر على الجمعية اللي طلبت المشروع، كان تركيزنا فقط على الفكرة المبتكرة، كان تركيزنا أيضا على أن هذه الفكرة تكون كتقاطع مع شراكة الحكومة المنفتحة. كنا حريصين أيضا في لجنة الانتقاء على أن تكون تمثيلية ديال جميع أقاليم وعملات الجهة. للأسف واحد مجموعة ديال الجمعيات ثلاثة لحد الآن في ثلاثة ديال الأقاليم ما قدروش يكملوا المرحلة الأخيرة، وإنما سعداء كون أن الجمعيات الآن اللي فعلا عندها مشاريع مبتكرة ورائعة كنتمنوا لهم التوفيق ومسيرة موفقة في العمل المدني ديالهم.